بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهارده يا جماعة فيديو استثنائي. استثنائي ليه؟ لان هو كان في فيديو هينزل تاني النهارده، ولكن للأسف لو تفتكروا في الفيديو السابق اللي انا اتكلمت فيه على واحد كان عارض حمام رومي يعني وكده، الفيديو اللي كنت مسميه تقريبا استقيموا ويرحمكم الله. فكنت قلت حته كده في الفيديو، قلت ايه، في واحد بقاله سنتين بيعمل ارضيه انه يثبت للناس ان عنده حمام من الشركه الفرنسيه، علشان سبحان الله شوفوا سنتين صبر وشغل على حاجه مش موجوده، وصابر يعني، وما استغلش السنتين ولا استغل الوقت في انه يجيب حاجه نظيفه او يشتغل على الحاجه اللي عنده. وللاسف انا لاخر لحظه والله العظيم انا كنت اقول لنفسي شكله كويس، شكله محترم، هيطلع كويس، ومستني لقطه. وللاسف ان اللقطه لازم اقول، بس انا مش هقول اسمه برضه، انتوا بقى تعرفوه وما تعرفوهوش، ولكن انا هحكي لكم القصه وبالادله والبراهين. يا ريت بقى رجاله تسمعوا الفيديو ده، ما تفوتوش فيه حاجه لان فيه تفاصيل خطيره. انا صحيت النهارده قبل الفجر على ناس بعتالي رسائل كتير جدا على الواتساب. هحط لكم بقى كل حاجه انا بتكلم فيها، هحطها لكم ايه على الشاشه. ان في حد بيقول ان عنده لاحم فرنساوي وارد الشركه الفرنسيه، او يعني ملون وحاجات احمر وحاجات من هذا القبيل يعني. فالمهم عادي مع الناس، في ناس عندها فعلا، في ناس عندها بالختم كمان، وفي ناس عندها حمام ملون عادي. الموضوع بسيط خالص، الحمام موجود وممكن اي حد يتحصل عليه، ولكن هو سعره غالي جدا. وطبعا هحكي لكم التفاصيل دي واحنا ايه في سرد الفيديو هنحكي لكم على التفاصيل. فالمهم انا لما شفت يعني اكتر من حد بقى بصراحه بعت لي لينك لمنشور على الفيسبوك، حد بيقول ان عنده الحمام ده موجود، حمام ملون موجود. فانا دخلت عادي ما فيش مشكله، ممكن يكون عنده، في ناس عندها، فهو ممكن يكون عنده يعني. ولكن تذكرت من سنتين الشخص ده كلمني في التليفون وكان في تواصل قوي جدا بيننا وبين بعض. هو كان عارف ان انا عندي حمام، بس انا بصراحه ما رضيتش اديله يعني. هو تاجر ومشهور على الفيس للاسف، وهو بيستغل شهرته في انه ينصب على الناس. فمن سنتين كلمني وعايز يحول لي فلوس عشان ياخد من عيال الحمام الايه المستورد. وانا زي ما قلت لكم انا بحاول بقدر الامكان ما امسكش السلاله دي لا لتاجر ولا لحد مشهور، عشان ما يستغلهاش وينصب بها يعني. يبقى عنده الحاجه فعلا ويشتريها وكل حاجه، ويروح يبيع للناس حاجه تانية ويقول لهم ديت من ولادها او كذا يعني. فانا حاولت بقدر الامكان اكون، لان احنا غواه، انا غاوي مش تاجر ولا عندي مزرعه ولا حاجات من دي، انا راجل بربي المزاجي والفايض عليا ببيعه. فانا خفت امسك حد السلاله دي، كنت بتخير الناس اللي بتشتري مني بشكل دقيق جدا يعني. طيب نكمل بقى في موضوعنا اللي هو الحمام اللاحم الفرنساوي بتاع الشركه الفرنسيه والملون والوانه وكده يعني. المنشور في صورتين هحطهم لكم دلوقتي على الشاشه حالا. ده حمام عند واحد في مصر ماشي، بيقول ان هو عنده. طب انا عرفت منين ان هو عنده؟ هو اللي قال للناس ورد على الناس الحمام في مزرعتي، هو اللي قال للناس. وادي تعليق اهوت، هسيب لكم كل التعليقات اللي بيقول فيها دي الحمام ده في مزرعتنا، ولكن هو بيقول مفيش زيادات للبيع حاليا بقى. بس هو خلاص حط الارضيه عنده من النوع ده والسلاله دي عنده، وعنده في مزرعته، وده مش كلامي، ده كلامه هو. طيب الصور دي للاسف من على النت. طب ايه؟ طب بيعمل كده ليه؟ الله اعلم. انا لحد قريب انا كنت بتعامل معاه وبقول يا رب يطلع كويس، يا رب يطلع كويس. بيقول قال الله وقال الرسول برضه، وبيتاجر في الادويه والدنيا دي.
الله اعلم بقى الادويه اللي كنا بناخدها دي ولا اللي الناس بتاخدها دي ميه بقى. ما هو اللي بينصف في حاجه ينصف في كل حاجه. اللي ما بيخافش من ربنا وعامل حساب دنيوي فقط، شغال على الدنيا بس ومش عامل حساب للاخره، هيعمل اي حاجه. سنتين يا جماعه بقول هيطلع كويس، يا رب يطلع كويس، وبدعي له وبقول هيطلع كويس ان شاء الله. هو كل اللي بيعمله ده يعني ايه؟ زوبعه في فنجان زي ما بنقول، ولكن هو خلاص الستر اترفع. بس انا مش هذكر الاسم، انتوا بقى تعرفوه، هتعرفوه اول ما هحط لكم صور وحاجات. هو هيتعرف الراجل ده نصاب، مش هذكر اسمه احتراما لاسرته، وبقول لكم اهوت هو نصاب. انتوا تعرفوه او ما تعرفوهوش، انا اللي بقول نصاب، ولكن انا عندي الادله. اول دليل، الراجل ده ماسك في ايده دلوقتي اهوت على الشاشه حمام رومي، وبيقول حمام خلصوا خناقاتكم على السيلفر. يعني السيلفر اللي زي كده يا جماعه، ذكر سيلفر ابن المخاتيم، ابن حمام مختوم بختم الشركه الفرنسيه. انا مش هقول لكم اللي عنده من ده كذاب، انا هقول لكم مفيش حد عنده حمام من ده، لا هنا ولا بره. طيب يا عم الناس عندها الخير كله، هنقول الناس عندها. طيب ده حمام سيلفر، هو بيقول خلصوا خناقتكم على السيلفر، اثبتوا انه لاحم ولا مش لاحم، وعشان في الوان تانية، وقام حاطط 3 صور هسيبهم لكم طبعا على الشاشه. ان يعني ايه، خلصوا بقى اثبتوا الاول ان السيلفر لاحم، وبعد ما تخلصوا تعرفوا انه لاحم انا عندي الوان تانية. الكلام ده من زمان، استغفر الله العظيم. طب عدناها، ده ذكر اهو عليه ريشه واحده، ده سيلفر اهو، الاهالي بختم الشركه الفرنسيه. طيب ده يا جماعه عشان نتحصل على جوز من ده، جوز حمام سيلفر من ده اهو، ابن الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه. لو جبناه من بره يكلف كام يا ابو صدام؟ عشان الناس بس تعرف فرق الاسعار، عشان تشوفوا الناس بتنصب ليه. طيب القص من ده على وش شغل عليه ريشه واحده كده زي ده كده، ده عليه ريشه اهوت. القص من ده يا جماعه بيدخل على حسب البائع في بره، يعني بره مصر، على حسب البائع وعلى حسب شركه الشحن، بيدخل في 13,000 جنيه. ابن المختوم، مش المختوم نفسه، ابن المختوم. طيب ثبتنا ان السيلفر الاهالي بختم الشركه، وان ده حمام طالع من الشركه الفرنسيه، وان فيه سيلفر. طيب دلوقتي احنا هنتكلم بقى عن الحمام الاحمر. حصل موقفين، قال يا جماعه، جاب صوره كده وقام قايل عليها حمام احمر، حطه في الخلفيه كده زي كده او زي كده، وقال يا جماعه اللي عنده لاحم احمر، ذكر احمر للبيع، او هو عايز يشتري ذكر احمر يعني، ولكن في الخلفيه ايه؟ حمام احمر. طيب انا في اليوم ده رديت عليه، قلت له في ذكر احمر ب 3000 جنيه. قال لي حاضر هكلمك. ما كلمنيش. ماشي يا عم، انا بحسبه والله انا بحسبه بيهزر. فالمهم لقيت منشور تاني بنفس الصيغه، جايب صوره الحمام احمر، وبيقول اللي عنده ذكر لاحم احمر يقول لي. قمت داخل قايل له في ذكر احمر ب 3000 جنيه. فقال لي هكلمك. برضه ما كلم. ماشي. المهم قلت هيهزر، ده هزار وخلاص، الموضوع عدى على كده. بس حطيت الموضوع في دماغي وقلت فضلت متابع الموضوع. ليه؟ الحاحه في انه يشتري من ولاد الحمام اللي بالختم الحاح غريب، وعايز يحول فلوس، ولسه بدري على ما اديله او كده، وعايز يحول فلوس كلها او يديني فلوس كتير، وعايز يتحصل على السلاله دي باي شكل من الاشكال. انا بصراحه ما رضيتش اديله، وقلت له الحمام مفيش وخلاص، وكبرت دماغي منه بقى. ليه؟ هو مشهور للاسف يعني. و انا خفت بصراحه هينصب على الناس بقى لو خد مني. فانا قلت انا ابعد نفسي واشوف بقى، اتابع الامر. فضلت متابعه. ده اللي انا كنت بقول عليه، انا متابع واحد من 2 سنين، وبسببه ما رضيتش ابيع لحد حمام ملون. حمام الاحمر
ولا حمام ملون، ما رضيتش ابيع حمام لحد من الملون ولا من الاحمر عشان ما حدش يقول ان هو خد مني وده انتاجه. فهو الموضوع مش موضوع ماديات، وموضوع فالمهم دلوقتي بقى انا هثبت لكم حالا ان الشخص ده نصاب. اول حاجه في نصبه يا جماعه، الحمام اللي هو مش شايله في ايده ده حمام رومي في كل الالوان. يعني ده حمام اسود لحم فرنساوي، ده حمام تايجر لحم فرنساوي، ده حمام احمر لحم فرنساوي، ده سيلفر لحم فرنساوي، ده كموني لحم فرنساوي، ده سيلفر لحم فرنساوي. فاللاحم فصيل زي اي فصيل في كل الالوان، والوان كمان زي الزاجل كده. يعني في كريزلي، دي حمامه كريزله، فيه الابرق اللي هم المجابي. طيب فمش شرط ان يبقى انت حاطط لي لون في الخلفيه احمر لحمام ان الحمام ده يكون لحم فرنساوي، ده رومي. حاجه بقى عملها، احنا قلنا اول حاجه عملها في موضوع النصب كان عايز ذكر لحم احمر. تاني حاجه في موضوع النصب، صور فيديو مره جاب ختم من بتاع المعيز اتكلمنا عليه زمان وحطه في جناح الحمام ووقف كده. ثانيه واحده امثل لكم بس. وقف كده، انا بدور على الفيديو ده ما لقيتوش للاسف، اتحذف. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، عندنا جوز شبابات من المال الطيب ما شاء الله ما شاء الله، حاجه هنا ايه بقى؟ هنا اللي في العين دي ختم معيز في جناح الحمامه دي، ختم للمعيز في جناح الحمامه عشان تعرفوا الناس بتفكر ازاي. والله العظيم انا مستاء جدا ان واحد بالاسم ده وبالامكانيات دي وبالشهره دي يعمل حركات زي كده. الفيديو حمام ابيض في جناحه ختم من بتاع المعيز في عين زي كده، وانا واقف بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي، حمام لاحم ابيض شبابات للبيع، بس في الخلفيه بتاعت الفيديو حمام بختم معيز. طيب وبعدين كلمته، خلفيه انت نسيت نفسك وبتصور وفي وراك حمام بالختم انت مش واخد بالك. قال لي ايوه انت خدت بالك؟ قلت له اه خدت بالي يا عم، انا عايز من الحمام ده. قال لي انت جايبه منين وبتاع؟ قال لي جايبه من الدقي. قلت له دقي ايه؟ قال لي ما الشركه الفرنسيه جريمون ليها فرع في الدقي عندنا هنا في مصر. يا عم ما تهزرش. قال لي ايوه انت شفت الحمام اللي كان في الخلفيه ده بختم الشركه الفرنسيه وانتاج السنه دي، انتاج لسه طازه. قلت له يا راجل. قال لي ايوه. قلت له طب ايه يا عم، طب انت ازاي تصوره؟ الحاجه دي ما تتصورش. قال لي ده غلطه، ما خدتش بالي، ده ناس ياما كلموني. قلت له يا عم طب ما تخلي بالك يا عم بعد كده. قال لي وانا هخلي بالي والله، ده لو جت فيهم العين مش هشوف منهم حاجه. قلت له خلي بالك. المهم عدينا الموقف شويه ولقيت ايه الموقف بقى الجديد بقى اللي جاي، ان هو عنده لاحم ملون، وللاسف جاب صورتين من على النت. انا حافظ الحمام ده صاحبه ليه فضل يعني. المهم هو بره مصر، فالمهم هو جاب صورتين من على النت وقام عامل بهم منشور على النت شويه ومنشور تاني على النت بنفس الصورتين، وعندنا في المزرعه والناس عماله تتكلم بكام وفين الحاجات دي في مصر مش عارف ايه. هو يقول لهم ايوه عندي في المزرعه. طيب احب اقول لك ان انت كذاب وان انت نصاب، واستغل كنت تستغل يا راجل السنتين دول في الحاجه اللي عندك، كان زمانك عديت. سنتين بيرتب للنصب. انتوا متخيلين واحد يقعد سنتين يخطط تخطيط لمده سنتين ويمكن اكتر عشان يقول للناس انه عنده حاجه معينه هي مش موجوده. طيب انا طبعا هحط لكم الصور اللي هو نزلها دي واقول لكم من عند مين. دي الصورتين دول يا جماعه من عند اخونا عادل في الكويت. الحمام ابناء حمام الشركه الفرنسيه مباشر الجيل الاول، عيال الحمام بالختم يعني.
اخونا عادل راجل من رجالات الكويت اللي عندهم حمام مش موجود عند حد بصراحه، عنده يعني حاجات محترمه جدا يعني. طيب انا بقى هقول لك على حاجه، وان مش كل حد يقول حاجه يا جماعه نصدقه. انا هتكلم عن نفسي. انا هحط لكم صوره دلوقتي من عندي الصفحه اللي هو منزل منها، هحط لكم صوره الحمام ملون دلوقتي اهو، ولكن اثبت لكم ان الحمام ده عندي. الحمام الصور بره مصر والفيديوهات دي بره مصر، ولكن الحمام وصل عندي. الحمام غالي فعلا، غالي يعني، هو مش بالختم كمان، وداخل في مبلغ يعني كبير. بسم الله. شفتوا الفيديو اللي ظهر على الشاشه ده؟ شفتوا الصوره اللي ظهرت على الشاشه دي؟ ده ذكر حمام. الصوره اللي معروضه دي هي متصوره للفرد ده بره مصر، يعني القص اللي معروض ده الصوره دي بره، متاخده بره مصر بتليفون صاحبه، بتليفون صاحب الحمام. والحمام وصل هنا مصر اهو بالفعل اهو. يعني انا لما احط صوره من الصفحه، من صفحه على النت يعني بتاعت صاحب الحمام، واقول الحمام ده موجود عندي، يبقى هو فعلا موجود عندي. لكن احط صوره واقول عندي في مزرعتي ومفيش زيادات، طب ما هو الناس كده خلاص خدوا انطباع ان انت عندك الحمام ده، الحمام اللي انت حاطه ده، الناس خدت انطباع ان هو موجود عندك في المزرعه. ومنين ما هيظهر بقى عندك زيادات انت هتبدا في البيع، يعني مثلا بعد 6 شهور بعد سنه، فانت هتبدا تبيع من اللي انت عرضته ده. طب هو اصلا مش عندك، يعني الحمام ده اصلا مش موجود عندك، انت عرضه كده وخلاص هلبول يعني. لا يا عم، انا بقول لك اهوت الحمام موجود، ولو عايز نجيب لك، يعني لو انت عايز يا عم ما نجيب لك، ولا انت عايز تكسب وتنصب على الناس ببلاش. يعني انت دلوقتي عايز تكسب ببلاش، انت الحمام ده مش ليه سعر، ادفع يا باشا ثمنه وخده افرخ، وبعد كده قول عندك وعيش حياتك. لكن يلا صوره من على النت من هنا وصوره من على النت من هنا. الحمام موجود، حمام ملون عندي في مزرعتي، لما نفرخ هنبقى نبيع، لما نبدا فرخه هنبيع، لسه مش موجود زيادات وعبله واديله. طيب الانثى بتاعته موجوده هنا برضو، اللي هي القص الموجود ده الانثى هنا، تمام؟ ده موجود هنا اهو. يعني انا لو طلعت دلوقتي نزلت الصور دي من على النت زي ما انا نزلتها دلوقتي على الفيديو، وعملت بها منشور وقلت ايه، الحمام الابرق او الحمام الملون او ايا كان زي ما اقول يعني، وقام واحد دخل على التعليقات وقال لي الحمام ده موجود. ايوه موجود اهو، هو ده. طب الحمام بقى اللي موجود في المنشور ده عند صاحب المنشور؟ للاسف لا، للاسف لا. بصوا يا جماعه، يا ريت اي حد يبقى يعرض لكم حاجه يقولوا له وريها لنا، تصور جنبها. واحد يقول لك مثلا عندي حمام بالختم، قول له صوره لي يا عم، ما تصور لي الحمامه بالختم. بس للاسف هو برضه زي اللي ركب على السلام، برضه طلبت منه حاجات، قلت له طب فين صور الختم، طب مش عارف ايه. المهم هو رفض برضه، قال لي ما بخرجش. يعني ما بخرجش، يعني انت ما يحقلكش ان انت تطلب مني صور، يعني ما عندناش زيادات، يعني انا ما ببيعش هصور لك ليه؟ وهكذا. زي فاكرين انتوا بتاع الهبال اللي كان عنده جروب كبير يقول لي ما بصورش الاهالي، طب اشتري منك ازاي يا عم؟ قال لي ما عنديش زيادات، وهكذا يعني. فهو كل نصاب لما تيجي تزنقه في حته لازم بيكون لها مهرب، يعني عامل زي الفار كده، عامل مدخل ومخرج يعني. ولكن الغريب في الامر بقى، الغريب في الامر ده بيجهز من سنتين، تمام؟ بيجهز، بينصب على الناس، بيجهز للنصب من سنتين. ومش عايز اقول لكم ان جه واحد ركب على السلام وقام حاطط حمامه بختم الشركه الفرنسيه في التعليقات، هحط لكم صورتها برضه. يا راجل ابقى داري الجلابيه بتاع الراجل، داري جلابيه الراجل صاحبها، وقام قايل ايه، يلا ما نزيد في الزيطه احنا كمان، وقام داخل قال لك موجود وبختم الشركه الفرنسيه. انا حاسب لكم برضو الادله على انه نصاب. هو اولا لا رضى يقول، لا رضى يصور حمام من اللي عنده، ولا رضى يبعت ارقام حد من اللي عنده، ولا رضى يعمل اي حاجه، ولا رضى حتى يدينا ارقام حد نشتري منها. هو كده عندي، ما ببيعش، مالكش فيه، مالكش دعوه. اللي هو طب صورها، طب يا عم الختم فين؟ ولا حتى لما انتوا نادي ما رضاش يدينا رقم تليفونه حتى،
رقم حضرتك ان شاء الله ربنا يسهل، رقم حضرتك ما يردش، ده راكب على السلام. انا هسيب لكم دلوقتي حالا فيديو من الكويت للحمامه اللي محطوطه في التعليق دلوقتي، اللي واحد كده الراجل اللي راكب على السلام حاطط صوره حمامه بالختم. هحط لكم فيديو للحمامه دي، وفعلا متصوره في الكويت، وواحد مصري اللي مصورها للاسف يعني. تخيلوا يروح مزرعه شخص معين في بلد تانية ويصور حاجته ويجي ينصب بقى على الناس هنا في مصر. عيب والله، تدخل عند حد وتصور حاجه وتمشي وتروح تنصب بها على ناس تانية وهي مش حاجتك اساسا. والله هو كان ناوي يكبر الموضوع، لولا المصريين اللي هناك يعني ايه خلصوا الامر يعني. كان زمان قريبك ده راكب المرجحه. لا حول ولا قوه الا بالله. والراجل بيجزم يعني، بيجزم في للناس على الخاص، بيقول لهم ده عندي وعندي قصين والنتايه ماتت، وبيتكلم على صاحب المنشور. بيقول ايه بقى؟ بيقول لما يفرخ من الحمام اللي في المنشور، يا سبحان الله، لما يفرخ من الحمام اللي في المنشور هياخد منه نتايه بدل اللي ماتت. اصل في نتايه ماتت من القصين اللي بالختم، فلما صاحب المنشور يفرخ، ايه ده؟ ايه الافلام دي؟ ايه الافلام دي يا جماعه؟ كل ده عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ والله حاجه غريبه الشكل، الواحد مش مستوعب اللي بيحصل. والله الواحد مو مستوعب اللي بيحصل يعني، حاجه غريبه جدا يعني. لو ايه وقام ذكر بقى في انا طبعا سايب اسم حد معين من دمياط، اسمه الاستاذ فوزي ابراهيم. الراجل ده انا اتعاملت معاه وكلمته على ادويه قبل كده، راجل محترم وتقريبا بيجيب حمام زينه من بره وحاجات زي من هذا القبيل. الراجل مش يسكت بينصب فيسكت، لا ده ذكر اسم الراجل وقال ايه ده هو بيجيب حمام مستورد يعني، حتى بيورط الناس معاه، بيورط ناس محترمه معاه. الله المستعان. طيب بالنسبه بقى يا جماعه للناس اللي هتعلق على الفيديو بالسلب بقى، دول طبعا احنا هنقول لكم مسبقا يعني، كل مشهور في الغيه ليه مين؟ ليه مطبلاتيه. والله طب انا هعمل بيت شعر عن الموضوع ده يا راجل. في مجموعه بتطبل للناس بره مصر، والله في ناس من مصر بتطبل لناس منصبه بره مصر. فكل مشهور عنده شله، الشله دي بتطبل له. انا عارف ان في ناس هتطلع تقول هو ما قالش ان هو عنده للبيع، ايوه بس عارض حمام وقال عنده في المزرعه، والادله طبعا انا سبتها لكم على الفيديو. وفي ناس تانية هتطبل وتقول هو حاطط عايز يعرفنا ان ده حمام ملون مثلا، او الابرك يعني، عايز يعرفنا ان في تايجر وملون في الحمام اللاحم، لكن هو ما بيبيعش. طب ما يقول ان الحمام ده من بره مصر وان موجود سلاله حمام لاحم ملونه، يبقى يعمل لنا معلومه، يطلع يقول على معلومه، يقول يا جماعه اللاحم ده فصيل من نوع من انواع الحمام، وفصيل وله كل الالوان، في كل الالوان، ويورينا اللي عنده الابيض والسيلفر، ويورينا الاحمر والابرق والالوان اللي عنده يعني. لكن ولو عايز يضيف الوان ومش موجود عنده يجيب صور من على النت ويقول ده لون الحمام اللاحم، بس للاسف مش متواجد عندي. لكن على العام كده وصور يلا وعندي في المزرعه. طب هو لو هو عنده في المزرعه والصور، هو قصص الحته اللي فوق ليه؟ عشان هتبين عند مين يعني. الحته اللي فوق دي ما حدش بيكتبها غير في الخليج، فهو قصها عشان يعني الدنيا بس للاسف انت برضو لكل ايه، مش هقول لكل جواد كبوه لان انت مش جواد، هقول لكل نصاب كبوه. الصور دايما لو ركزت فيها لحظات تعرف هي مش موجوده في مصر يعني. صعب جدا اولا الصوره، الشبك اللي موجود والجرادل اللي موجوده دي محدش هيعملها في مصر. الخليج اللي بيقرط جردل البويه بيقرطوا ويعملوا طاجن عشان يبقى كبير. عندنا احنا هنا بنستعمل الطواجن البلاستيك او الفخار. طيب الشبك المربع ده برضه مش موجود عندنا. الجلاليب اللي احنا شايفينها دي تفصيله كويتي. ففي تفاصيل في الصور يعني خلوا بالكم لما حد يعرض صور ده او للحظات يعني في الصوره، مش هتخسر حاجه يعني. لو دقت في الصوره هتطلع ايه؟ هتطلع ملاحظات. والله انا عندي اقتراح بقى للناس النصابه دي يعني. انتوا لموا بعض، هاتوا القص شركه 10 نصابين جمعوا بعض، اكيد عارفين انتوا، اكيد انتوا عارفين بعض
1000000%. انتوا عارفين بعض، جمعوا 10 نصابين كل واحد يدفع 1500 وهاتوا حمام بدبل بره، قص واحد بدبل بره ووزعوا على بعض، كل واحد ينصب بيه شويه. تمام؟ وفرت لكم انا اهوت، بلاقي لكم حلول حلوه عشان لما تنصب على حق. يعني حتى نصاب وفاشل، فانا هسمي الفيديو ده انت نصاب عالمي، لان مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيمهد للنصب لمده سنتين. يا عم انت عندك ايه الطاقه دي يا اخي؟ والله لو استغلت الطاقه دي انت كنت بقيت، انا مش عايز اقول لك هتبقى زويل التاني. يا عم في ناس محترمه كتير، وفي ناس عندها حمام من ده كتير وموجودين واحنا عارفينهم. فانت ليه يا عم تعمل حاجات زي كده؟ انت راجل ليك شهره وليك اسمك وراجل مربي من زمان، ليه تستغل كل الحاجات الحلوه وتبوظ سمعتك علشان خاطر شويه جنيهات؟ يعني ملهوش لازمه يا جماعه، والله ما ليه لازمه. وعشان تعرفوا ان انا في الاول وفي الاخر برضه ما رضيتش ادي الحاجه دي لحد، والله العظيم لحد قريب ان احنا بنتهاجم بسبب الحمامه دي. والله لحد قريب هنزل لكم ادي منشور حالا اهوت، هحط لكم منشور معمول اهو. لو انتوا تفتكروا الفيديو اللي انا عملته بتاع ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، اللي ما سمعوش يسمعوا. ادي منشور نازل بيتكلم عليا، هو ده الشخص اللي كان في اللي انا كنت بتكلم عليه في الفيديو، عامل منشور بيقول عليا ان انا نصبت على واحد صاحبه وكذا وكذا. فالله المستعان، ومعلش اعذروني في انفعالي، ويا رب تاخدوا بالكم وتدوا لكل حاجه حقها. لكن احنا لا، الحمام اللاحم ب 500 جنيه انا عايز ابيعه ب 1000. حمام لاحم اهالي الشركه الفرنسيه، يجي واحد يكلمك اهالي الشركه الفرنسيه، ايوه يا عم الشركه الفرنسيه ام ختم في الجناح الحلوه دي، ايوه هي. طب ما تصور لي، يجي رايح على اي فيديو بره مصر واخد لقطه للختم ويقول له شوف دي الاهالي اللي انا ببيع منها، دي الاهالي بتاعت الحامل اللي عندي. الله، طب ما تقول له يا عم ان حمامك حلو وبيع ب 1000، والله العظيم بيع ب 1000. لكن احنا نلف وندور وننصب على الناس. ف يعني معلش نتقي ربنا، يا ريت نتقي ربنا شويه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.